خالد الصعبي نائب رئيس بلدية سليانة. اليوم المجلس البلدي 29 نوفمبر 2012 عقد اجتماع خاص بلدية تدارس الأوضاع تعيشها ولاية سليانة وخاصة مدينة سليانة باعتبارها المنطقة البلدية تعنينا بعد التعرض للوضع الخطير تعيشه ولايتنا، وخاصة الانتهاكات الكثيرة عن حقوق الإنسان وحقها في التعبير وحقه في التظاهر السلمي والتعبير على آرائه والمطالب المشروعة، واحتجاج على الاعتداء تعرضوا عليه أهالينا في سليانة نتيجة مطالبهم في التنمية والتشغيل. قرر اليوم أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس البلدي في سليانة تعليق نشاط المجلس إلى حين الاستجابة للمطالب، وطلبنا فتح تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات، وخاصة الأطراف اللي أعطت الأوامر بإطلاق معناها الرش البارود على المتظاهرين اللي خلف معناها أكثر من 300 مصاب منهم معناها حالات كثيرة. والله الحقيقة احنا تفاجئنا وتلقينا معناها كلمة باستغراب كبير ياسر، باعتبار المفروض أن اليوم بعد 14 جانفي المفروض أصبحنا نعيش واقع جديد، المفروض فما شفافية في التعامل، المفروض فما معناها حد أدنى للاحترام المتبادل وحق المواطنة اللي استرد المواطن في 14 جانفي ما فيهاش احترام البارح. كنا ننتظروا في خطاب عقلاني، كنا ننتظروا في خطاب جاء من الحكومة يعاوننا لهنا في الجهة في تأثير العباد وفهم صياغة مطالبهم في اطر قانونية ونضالية مشروعة، لكن الحقيقة الخطاب اليوم هرب إلى الأمام وممكن نقولوا معناها ما خلاش خيارات كبرى أمام الناس في سليانة. أول مرة يستعمل في المظاهرات، هذه هدية قطر للحكومة التونسية. احنا نعتبر في حق شعبنا في هذه الأخلاقية، بعض المشاهد اللي شفناها في الصور المروعة نتاع الإصابات نتاع شباب الحدود البصر نتاعهم يعني هو سقوط أخلاقي تام، لأن هذا الشعب فترة من عليه هذا نفسه مش أول مرة يجي أنا جيت مرات عديدة شفت الثورة هم نفس الشباب الذين واجهوا بن علي بصدور عارية، واجهوا بوليس بن علي وقمع، هم اليوم يواجهوا قمع بوليس يعني علي العريض. هذا عيب. تصريح الوزير الأول البارح يعني فضيحة سياسية بأدب معنى الكلمة، ماهوش بتاع مسؤول في الدولة، يعني عليه اليوم بعد بتاع أن يرحل هذا الوزير الأول، لأنه مش معقول نحطوا جهة في كفة ووالي في كفة واحدة أخرى. يعني الوزير الأول البارح يأكد على أنه جهة سليانة كلها في كفة والوالي هذا في كفة أخرى، يعني هو مش حقه الجهة سليانة. شنو هو المشاريع اللي تحققت؟ شنو هي مطالب الثورة اللي تحققت في جهة سليانة باش يتحدث تحت هذايا؟ هذه حكومة فاشلة، وهو طبيعي على الحكومة أن تكف يعني عن الاسطوانة اللي تكرر فيها وتعود فيها على أزلام النظام السابق. المخرج من الأزمة هذه هو الحوار، المخرج من الأزمة هذه هو الشروع الحقيقي في تحقيق أهداف الثورة، المخرج الحقيقي هو الوعود اللي يوعدوا بها الناس في سليانة وقت ينتخبوهم يبداوا يحققوا فيها. احنا ولا الشعب في سليانة يطالب فيه باش يحققوا كل شيء، الشعب طالب بالشروع في تحقيق أهدافه، الشروع في تحقيق ما وعدوا به، الشروع في تحقيق التنمية، الشروع في تحقيق العدالة. إذا كان الناس ما شرعتش فيها الشيء هذا راهو الانتفاضة هذه اللي صارت في سليانة باش توسع الجهات الأخرى، وهو هذا هو المسار الثوري. المسار الثوري حينما يرى الشعب أن أهداف ثوري ما هيش قاعدة تتحقق سيعود إلى الشارع من جديد من أجل أن يخرج ثورته من منطقة الثوابع التي ثم يميلوا اكثر لليسريه. تعاقبت في عهد في العهد ذاك، لكن جاء عهد بن علي زاد تعاقبت اكثر، وكانت انتفاضه ابريل عام 90 في سليانة انتفاضه كبيره، وقعد تعتيم عليها، سكروا على البلاد، ما ثم حد يدخل، ما ثم كذا، لا لشيء باش ما تخرجش كونه سليانة منتفضه ضد القمع وقتها. وانا كنت كرسعان مساعد في الاتحاد الجهوي، خرجنا بيانات، جيتوني في وقت نعطيكم شنو اللي عندي تو نبعثها لكم. سنوات معناها هذا كله يحبوا يرفعونا. موجودين عندنا فيها امورها وتقص الخطاب نتاع حوض المنظمه نتاع بن علي والخطاب نتاع بدايه اللي صبر في 2010 كيفاش مغرر بهم كيفاش كذا نفس الخطاب. ما جاوبش عليها. معقول الاستماع الى الناس والحوار معهم يخلي الولد تاعك على السبت.
مسافة بينها وبين الحكومة غامضة، يلزم استماع المواطنين بخاصة الأحزاب. الناس طالبين حاجة واحدة، الاستماع إلينا، الإصغاء إلينا، واعطينا أنك عندك بالحق استعداد باش تحل المشاكل. اليوم ثم تفكير في كل ثروات الاستماع والإصغاء، وهذه المشكلة، وهذه هي اللي لازم تؤدي إلى تعفن أكثر. كان يحب المشاكل تتعفن، هذا هو أحسن اختيار، وهذا اختيار يعني غلط 100%. علاش ما يجيش واحد من الحكومة اليوم يقعد هو في الساحة في دار الثقافة مع المواطنين ومع الممثلين وكذا؟ علاش ما يجيش؟